السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بأحوال طيبة، ومرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة. في الوصفة ديال اليوم غنشارك معكم 4 ديال الحشوات نسيك في الأخرى، كيجيو لذاذ بزاف، كيجيو رائعين، تعمروا بهم البريوات والبسيطلات ديالكم ولا لي سيجار ديالكم حتى هما. تنوعوا بهم طبلتكم في هذا الشهر المبارك ان شاء الله. فالصراحه راه كيجيو رائعين ولذاذ بزاف، ما غاديش تندموا عليهم. بلا ما نطول عليكم، كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وغادي ندوزو لكيفيه التحضير. وغادي نبدا باول حاجه اللي هما البسيطلات ديال الحوت. هنا كناخذ الكروفيت كندير عليه الماء طايب كما كتشوفوا معايا في الفيديو. هذه الطريقه بالنسبه للبنات اللي تيخافوا من الكروفيت يطلق لهم الماء في البسطيله، لان بزاف كيجوني تساؤلات واش كديري الكروفيت ما طايبش في البسطيله، واش ما كتخافيش يطلق لك الماء. انا شخصيا كنديرو يعني ما طايبش، كنقشرو كنشرملو كنديرو، ولكن اللي خافتي يطلق ليها الماء فكدير هذه الطريقه. كديروا الكروفيت 10 دقائق في الماء طايب، كتغطيوه وتخلوه 10 دقائق، من بعد كتقشروا كما شفتوا معايا راه كيجي بحال طايب. بهذه الطريقه راه ما كيطلقش لكم الماء. هنا عندي الكروفيت من الحجم الكبير. المهم كنقشروه، القشره ديالو كنديروها في الماء كتغلي مزيان. بهذا الماء ديال القشور ديال الكروفيت هما اللي غنرطب فيهم الشعريه الصينيه. هنا كما شفتوا معايا خديت 4 القطع ديال الشعريه الصينيه، صافي كنرطبهم في هذا الماء ديال الكروفيت مده 15 دقيقه وكنصفيوهم. نفس الطريقه غنديرها للواكامي بالنسبه اللي ما كيعرفش الواكامي فهما الطحالب ديال البحر، كتلقاوهم كيتباعوا عند مالين الحلوى اولا مالين العطريه، راه كيبيعوهم. عندي هنا لي شامبينيون نوار حتى هما اولا الفطر الاسود حتى هو غسلته مزيان، وكنرطبهم بنفس الطريقه اللي درنا للشعريه الصينيه، يعني كنرطبهم بالماء ديال الكروفيت مده 15 دقيقه وكنصفيهم. دابا غندوزو باش نصاوب الشرموله. عندي كاس ديال الحامض، كنخويه في اناء، غادي نضيف ليه حساب 2 معالق كبار ديال الصوجه. بالنسبه للصوجه كنستعمل الثقيله ماشي الخفيفه. بالنسبه لهاد الحشوه اللي غنصاوب معكم اولا هاد الكميه ديال المقادير اللي غندير معكم، فكتخرج ليا 20 بسيطله صغيره. من بعد ما كندير 2 معالق ديال الصوجه، غادي ندير معلقه كبيره ديال الهريسه، كنستعمل هاد النوعيه هادي. كنضيف 5 ديال الفصوص ديال الثوم. غنضيف هنا حساب 2 قطع ديال الفلفله حلوه اللي كتكون حمراء. عندي هنا حساب 2 معالق كبار حتى 3 ديال القزبور والمعدنوس مخلطين. هنا كندوز العطريه، عندي معلقه كبيره ديال القزبور اليابس، عندي معلقه كبيره ديال العطريه ديال البسطيله د الحوت، هي راه كتكون متواجده عند مالين العطريه اولا مالين اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. عندي شويه د البزار، شويه د الملح حساب معلقه صغيره د الملحه، وعندي هنا حساب معلقه صغيره ديال الزعتر. غادي ناخذ هاد المكونات غادي نطحنهم مزيان. من بعد غندوز باش نصاوب عفوا باش نشرمل الحوت ديالي. هنا عندي الميرله الغليظه اللي كتكون كبيره. كنحاول نحيد هذاك الشوك اللي كيكون لداخل، وكنشرملها بهذا الشكل هذا. كنحاول نفيليها شويه، كندخل ديك الشرموله مزيان للهبره، وغندخلها للفران اللي تيكون سخون تقريبا 200 درجه. كندخلها طيب مده 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه على حسب الفرن ديالكم، يعني ما تخليوهاش طيب بزاف تتنشف. كنخرجها انا باقي كتكون يعني باقي فيها الماء، وكنخرجها من الفران، ما كنخليهاش طيب حتى تنشف باش الهبره ديالكم كتبقى باقا طريه. صافي هنا دخلتها الفران تقريبا 15 دقيقه وخرجتها. كما شفتوا معايا راه باقا طالقه الماء، ولكن انا هكا كندير لها باش كتبقى كما قلت لكم الهبره باقا طريه يعني ما كتنشفش. هنا راه هي دغيا كطيب الهبره ديال الميرله، دغيا كطيب كما شفتوا معايا راه دغيا طابت. صافي هذا الماء غادي نصفيه غادي ناخذه ونخليه على جنب تنوريكم شنو غنديروا به من بعد. وغادي نخليها على جنب حتى كتبرد تماما، عاد كنقيها. هي راه ما كيكونش فيها الشوك بزاف. صافي في هذا الاثناء كناخذ طيفه درت فيها الزبده حسب معلقه كبيره، درت فيها شويه زيت الزيتون، وكندير حساب واحد 3 المعالق كبار ديال ديك الشرموله اللي صابنا من قبل. هنا عندي سيبيا
ممكن ديروا كالامار اولا السيبيه اللي كيتواجد عندكم. صافي هنايا كنخلطهم مزيان وغنديرهم على النار تقريبا مده 10 ديال الدقائق على النار اللي كتكون مجهده باش ما تقصحش لكم السيبيه ديالكم، يعني كتبقى طريه. حتى هي راه كما شفتوا معايا كتطلق الماء، هذا الماء غنصفيه وغنخليه حتى هو غنضيفو على داك الماء ديال الحوت حتى الاخر وغادي نخدموا به. في نفس الاناء كندير الزبده والزيت والشرموله نفس الطريقه. غادي نضيف هنا عندي بصله كبيره اللي قطعتها مربعات صغار، وغنديرها على النار حتى كطيح ليا ديك البصله كتهبط وكطيب كما شفتوا معايا هنايا في الفيديو. من بعد غنضيف لها واحد الحبه ديال الخيزو محكوك، وعندي هنا الكورنيشون تا هو محكوك. صافي غادي ندير نفس الطريقه، نردهم على النار وانا كنشحرهم حتى كيطيب ليا داك الخيزو والكورنيشون ونحيدهم من على النار. هنا من بعد ما طاب ليا خيزو والكورنيشون غادي نضيف لهم هذاك الواكامي اللي كنا رطبنا من قبل والفلفل اسود. كما شفتوا معايا الواكامي راه كيكون لون ديالو خضر، لان كما قلت لكم راه ما طاح لي بالبحر. من بعد ما قطرتهم مزيان من داك الماء وقطعتهم قطع صغار كنضيفهم على هذا الخليط وغنزيد لهم شويه ديال الشرموله وغنردهم فوق النار نشحرهم تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى كينشفوا مزيان من الماء. صافي وهذا هو الشكل ديالهم النهائي. غنخليهم على جنب وغادي ندوز باش نكمل باقي المراحل. كناخذ نفس المقله كندير فيها الزبده والزيت والشرموله، وهنايا عندي شعريه الصينيه من بعد ما قرتها من الماء مزيان وقطعتها كنقطعها قطع صغار. غنضيفها على كنضيف على داك الزبده والزيت والشرموله وغنشحرها مزيان فوق النار حتى كتنشف ليا مزيان بهذا الشكل هذا. وبالنسبه لذاك الماء اللي طلق ليا الحوت واللي طلقات ليا السيبيه فكنديرهم في كاسرونه بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف ليهم هنا حساب 2 معالق كبار ديال زيت السمك. كديروا حتى في الشرموله، انا نسيت ما في الشرموله. غنضيف كذلك حسب معلقه كبيره ديال الصوص الصوجا. بالنسبه لهاد المرحله حتى كتخلطوا الشرموله ديالكم عاد كديروها، علاش؟ باش كتذوقوا الشرموله ديالكم الا كانت مسوسه اولا خاصها الحار اولا الحامض، فكتزيدوا في هذا المرق اللي صاوبنا دابا وكتخلوها فوق النار حتى كتعلك وكتختار وكتضيفوها للشرموله ديالكم. صافي هنا كنخلط الحشوه ديالي بهذا الشكل هذا. بالنسبه المراحل فاش نخلط فكان تحبس ليا التصوير وما رديتش البال. صافي انا كندير الحشوه ديالي في واحد الاناء اللي كيكون كبير وغادي نخليها حتى كتبرد تماما وكنغطيها. ممكن تحضروا الحشوه ليله قبل تخليوها في الثلاجه حتى الغد اللي عاد كتعمروها. فانا هاد الطريقه اللي درت حضرت الحشوات بربعه كلهم في ليله قبل وخليتهم حتى الغد اللي عاد عمرتهم. هنا غنوزو الحشوه الثانيه ديال الدجاج. عندي نص كاس ديال عصير الحامض. هنا عندي واحد الحبات ديال الفلفله حلوه اللي كتكون خضراء، وعندي حساب 2 معالق كبار ديال القزبور والمعدنوس مقطعين. عندي 3 ديال الفصوص ديال الثوم. عندي هنا حساب حامضه مصيره، يعني كنديرو غير داك اللب ديالها ما كنديروش القشره ديالها. غادي نضيف لهم معلقه كبيره ديال القزبور اليابس. عندي هنا حساب نص معلقه كبيره ديال العطريه ديال الدجاج. عندي معلقه كبيره ديال السكنجبير، معلقه كبيره ديال الخرقوم. غنضيف معلقه صغيره ديال الهريسه كتبقى على حسب الذوق، يعني كل واحد كيدير الكميه اللي بغا ديال الحار. عندي معلقه صغيره ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال البزار، تقريبا معلقه ما تكونش عامره. عندي صغيره ديال السمن الحار. هنايا عندي واحد الضامه ديال الزعفران الحر. صافي غنطحن هاد الشرموله ديالي مزيان. الا جاتكم شويه ثقيله راه ضيفوا لها شويه ديال الماء. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طحنتها. هي باش غادي نشرم الدجاج ديالي. بالنسبه للدجاج هنايا راه غسلته مزيان وخليت شويه ديال الحامض والخل، ومن بعد خليته تقطر مزيان. عندي حساب دجاجه ديال كيلو 800 غرام. هنا كنخوي عليها ديك الشرموله وكنخلي واحد شويه كنحتفظ به. صافي غنشرم الدجاج ديالي مزيان وغنخليه نغطيه ونخليه في الثلاجه تقريبا واحد ساعتين، ممكن كاع تخليو ليله كامله من الاحسن باش ما تشرب ديك الشرموله مزيان باش ما كيجي بنين. صافي هنا كما قلت لكم من بعد ما شرملته غادي نغطيه ونخليه في الثلاجه تقريبا مده ساعتين، عاد غادي ندوز باش نطيبه. هنا كناخذ كاميله غندير فيها حساب 2 بصلات مشلضين اولا مقطعين قطع صغار. غنوضع الدجاج ديالي.
كنضيف ديك الشرموله اللي بقات ليا في الاناء كنخويها على الدجاج، وغادي نضيف هنايا حسب واحد العويد ديال القرفه. فانا ما بقاتش عندي، فدرت غير دوك جوج طريفات. عندي هنايا نص كاس ديال زيت الزيتون، وغادي ندير حساب كاس ديال الماء. كنشلل ديك داك الاناء اللي كانت فيه الشرموله وكنضيفوه هكا، ما كديروش الماء كثير لان ديك البصله والدجاج راه غيطلقوا لنا الماء. صافي كنوضع الكاميله ديالي على النار اللي كتكون متوسطه حتى كيطيب ليا الدجاج. هنا الشعريه الصينيه درتها في الماء طايب حتى رطابت. درت تقريبا 3 القطع ديال الشعريه الصينيه وقطعتها قطع صغيره. عندي هنا لي شامبينيون، وعندي هنايا الزيتون الاخضر. كناخذ المقله غندير فيها الزبده والزيت الزيتون، وغندير فيها شويه ديال ديك الشرموله حساب 2 معالق كبار. صافي وغادي ندير عليها الشعريه الصينيه تتشحر مزيان تقريبا نفس الطريقه اللي درنا في البسطه ديال الحوت. كنشرمل هذيك كنشحر هذيك الشعريه الصينيه مع ديك الشرموله مزيان فوق النار حتى كتنشف. صافي هنايا من بعد ما شحرت الشعريه الصينيه مزيان غادي نخويها في اناء ونخليها على جنب. نفس الطريقه غندير لي شامبينيون والزيتون. هنا كناخذ الزبده وندير الشرموله اللي بقات عندي، وغادي نضيف ليهم لي شامبينيون والزيت عفوا والزيتون الاخضر مقطع. صافي وغنشحرهم حتى هما مزيان فوقهم على هاد الشعريه الصينيه. صافي من بعد ما طاب ليا الدجاج ديالي كنحيدو من ديك المرقه وكنخلي المرقه والبصله حتى كيتعسلوا ليا مزيان. هنا الدجاج كنخليه حتى كيبرد وكنفرتو بهذا الشكل هذا. كنحاول عفوا نحيد جلده ونحيد العظام واي حاجه المهم كتكون في الدجاج كنخلي غير الهبره. صافي هنا من بعد ما فرتت الدجاج ديالي كناخذ كما قلت لكم ديك البصله كنخليها حتى كتعسل مزيان حتى كتولي بهذا الشكل هذا. صافي وغنضيفها على الخليط ديالي بهذا الشكل هذا. واخر حاجه كنضيف هي القزبر والمعدنوس مقطعين حسب 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس مقطعين. صافي وكنخلط الحشوه ديالي غنخليها حتى كتبرد. غندير ليها السلوفان وندخلها للثلاجه نخليها في الثلاجه حتى الغد لي كما قلت لكم. عاد غادي نعمر بها هادو البسيطلات ديالي. بالنسبه لهاد الحشوه راه كتجي رائعه، كتجي لذيذه بزاف بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش اولا البسيطلات ديال الدجاج حلوين. فهاد البسيطلات مالحين راه كيجيو لذاذ بزاف. اللي بغا كيضيف الماج الاحمر، اللي ما بغاش راه كتخليهم غير هكا راه كيجيو لذاذ يعني ما كيحتاجوش. دابا غندوزو باش نصاوبوا الشرموله عفوا الحشوه الثالثه. هنا خديت البصله اللي شحرتها بشويه ديال الزبده والزيت. غنضيف ليها هنا عندي كيلو ديال الكفته ديال اللحم. غنضيف ليها شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. غنضيف كذلك شويه ديال القزبور اليابس. ما كنديرش العطريه كثيره في هذه الكفته، كيبان المذاق ديال الكفته باش كيجيو لذاذ يعني بلا ما ديروا العطريه بزاف. صافي وغندي هذه الكفته حتى كطيب ليا مزيان مع ديك العطريه والبصله. من بعد كنضيف الكريمه ديال الطاي. انا استعملت هذه النوعيه هذه، فهي كتكون ثقيله كما كتشوفوا معايا. كندير فيها تقريبا حساب نص كاس صغير، حيت هي باش ما كطيب باش ما كتطلق يعني باش ما كتكتار. غنضيف كذلك هنا عندي الجبن محكوك. غنضيفو على هاد الكفته هادي هاد الكفته والكريمه ديال الطهي اللي وغنردهم فوق النار حتى كيتعلك ليا مزيان الخليط. عاد غادي نحيدو. صافي هنا من بعد ما كيما شفت معايا الخليط ديالي تعلك يعني ديك الكريمه تعلكات مع الفرماج، غادي نخوي هاد الخليط ديالي في اناء ونخليه على جنب.
كناخد نفس المقله كندير فيها الزبده والزيت، غنضيف شويه د الملحه وشويه د البزار، وغنضيف الشعريه الصينيه اللي درتها حتى هي في الماء طايب مده 15 دقيقه، صفيتها وقطعتها قطع صغار. تقريبا درت 4 د القطع ديال الشعريه عفوا 3 د القطع ديال الشعريه الصينيه. صافي كنشحرهم مزيان في ديك الزبده والزيت والملحه والبزار، وكنضيفهم على الكفته اللي حضرنا من قبل. غنضيف تقريبا 2 معالق كبار ديال القزبر ولا المعدوس مقطعين، وهنا كنضيف هاد الصلصه ديال الجبن اللي كتباع راه زعما موجوده راه كتباع. كتزيد مذاق زوين ولذة. كنضيف تقريبا حساب نص كاس ديال هاد الصلصه، المهم ما كتكثروهاش، وغنخلط الحشوه ديالي. وبالنسبه اللي ما كتوفرش عنده هاد الصلصه، راه ممكن ديروا اي جبن كريمي مثلا بحال جبلي اولا كيري اولا اي جبن. المهم شي حاجه اللي كتزيد اللذه ديال الفرماج لهاد الحشوه. صافي كنخلط الحشوه ديالي مزيان، وغنخليها حتى هي نفس الطريقه، غنغطيها ونخليها في الثلاجه حتى الغد اللي عاد غنعمر بها البريوات ديالي. هاد الحشوه حتى هي راه كتجي لذيذه بزاف، غير جربوها البنات راه غادي تعجبكم. دابا غندوزو لاخر حشوه. هنايا شحرت البصله والفلفله الحمراء والفلفله الخضراء، شحرتهم مزيان في زيت الزيتون والزبده. كنضيف ليهم حساب راس ديال الثومه، وعندي هنا خيزو محكوك والكورنيشون محكوك والكورجيت الخضر محكوك. كنضيف شويه د الملحه والبزار، وغادي نردهم فوق النار حتى كيطيب لي داك الخيزو والكورجيت والكورنيشون مزيان كما شفتوا معايا. دابا غنضيف الكروفيت، عندي هنايا نص كيلو ديال الكروفيت اللي قشرتها، غادي نضيفو على هاد الخضره. غنضيف حساب 2 معالق كبار ديال الصوجه. غنضيف هنا تقريبا نص معلقه كبيره ديال الهريسه، كتبقى على حساب الذوق. غنضيف الملحه، شويه د البزار. غنضيف القزبر اللي هي بحساب معلقه كبيره، وهنا عندي العطريه ديال الحوت حتى هي كندير حساب معلقه كبيره. صافي كنخلط مزيان هاد المكونات وغنردهم فوق النار حتى كيطيب لي الكروفيت ديالي وكينشف من الماء. صافي هنايا من بعد ما طاب الكروفيت كما قلت لكم تقريبا لمده 10 ديال الدقائق، لان الكروفيت دغيا كيطيب. كنتاكدوا بلي الحشوه ديالي ما بقاش فيها الماء، نشفات من الماء. صافي غنخويها في اناء وغندوز باش نكمل باقي المراحل. نفس المقله غندير فيها الزبده وزيت الزيتون، وهنا عندي لي زيبينار حسب 2 ربطات كبار ديال لي زيبينار، غسلته ونشفته مزيان وقطعته. غنشحرهم مزيان مع شويه د الملحه والبزار، وغادي نضيفهم على الحشوه ديالي. صافي واخر حاجه غنشحر الشعريه الصينيه، يعني 3 القطع د الشعريه الصينيه حتى هما درتهم في الماء طايب حتى مده 15 دقيقه. قطرتهم وقطعتهم مزيان. كنديرهم مع شويه د الزبده والزيت، كندير شويه د الملحه والبزار والعطريه ديال الحوت اللي درت من قبل. كنشحر مزيان هاد الشعريه الصينيه فوق النار حتى كتنشف ليا من الماء. صافي كنضيف على الحشوه ديالي. كنضيف هنايا حسب معلقه كبيره ديال القزبر والمعدوس مقطعين. صافي وكنخلط الحشوه ديالي، راه كتجي لذيذه بزاف، كتجي رائعه هاد الحشوه ديال الكروفيت مع الخضره. الصراحه وما يعني ما كتهزش لكم الكروفيت بزاف حيت فيها الخضره. صافي غنغطي الحشوه ديالي ونخليها في الثلاجه. عاد غادي ندوزو باش نعمرو البسيطلات ديالنا والبريوات ديالنا. وهذا هو الشكل ديال الحشوات ديالنا بربعه اللي كيجيو مختلفين تماما، والمذاق ديالهم رائع بزاف، يعني متنوعين ولذاذ بزاف. دابا غادي ندوزو باش غادي نكملو باش عفوا نعمرو البسيطلات ديالنا والبريوات وليستيكار ديالنا. غنبدا باول حاجه اللي هما البسيطلات ديال الحوت. عندي هنا بيض ديال البيض، وعندي هنا الزيت النباتي درت فيها الهريسه، كنخليو باش تطلق فيها ديك الهريسه. بالنسبه انا للحشوه راه كنعبرها كل بسيطله كنعبر الحشوه ديالها باش كيجونا مقادين، كيجونا قد كندير تقريبا 125 غرام في كل بسطيله. صافي هنا عندي الورقه. بالنسبه للورقه خذوا الحجم اللي كيكون صغير. غادي ندهن سطح العمل بالزيت النباتي. كنشد ديك الورقه كندهنها بداك الزيت اللي رقدنا فيه الهريسه، نفرش الورقه ديالي بهذا الشكل هذا. يعني انا هنايا كندير الجهه الحرشه لداخل، عفوا الجهه الحرشه على برا والملسه لداخل. علاش؟ لانني كنعاود ملي نشكل البسطيله ديالي كنقلب الورقه، يعني كديروا الجهه الحرشه هي على برا. هنا فاش كتجمعوا الورقه بهذا الشكل هذا وكتدوروا شويه وكتقلبوها، كتجيكم الجهه الملسه على برا.
كنتمنى تكونوا فهمتوا الفكرة كيفاش. يعني ملي كنجمعوا بحال هكا وكنقلبوا، هنا كتجينا الجهة الملسة، يعني في الأول كديروا الجهة الحرشة هي اللي كتكون على برا. صافي كنحاولوا نشكلوا راه هاد الشكل اللي كيكون يعني اللي معروف وقديم. كنحاول ندهن بالبيض ديال البيض باش كنحاول نلصق هادوك الجناب ديال الورقة بهذا الشكل هذا. صافي وكتجينا على شكل وردة كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. هنا كنجبد شويه دوك الجناب وكنجمع بهذا الشكل هذا باش كنزير البسطيله ديالي، البسطيله عفوا ديالي. كنبقى نجر ونجمع بهذا الشكل هذا صافي حتى كنجمع دوك الجناب مزيان بالبيض ديال البيض. صافي غنستمر بنفس الطريقه، غادي نعاود معكم بسطيله اخرى باش كتشوفوا الشكل، وغنستمر بنفس الطريقه. هنا كندهن بداك الزيت اللي فيه الهريسه مزيان، هذيك البسطيله ديالي من الفوق كندهنها مزيان، وغادي ندوز باش نكمل باقي البسيطلات اللي بقاو عندي. بالنسبه للبسطيله من بعد ما كنقادها وكنساليها، فانا كنلويها في السلوفان وكنحطها، يعني ملي كتكون عندي كونتيتي كثيره، يعني خدامه كونتيتي كثيره، فكل بسطيله صوبتها كنلويها في السلوفان. علاش؟ باش ما كتنشفش ليا، وباش يعني حتى الكليانه كيجوها ساهلين يعني في الخدمه. كنجمعهم ليها في بواطه، هي كتهز هكا البسطيله تحطها مباشره في الطاوه ديال الفرن، كتحيد لها السلفون وتحطها في الطاوه ديال الفرن، يعني ما كيلصقوش مع بعضياتهم. دابا غندوزو باش نصاوبوا البسطيله الثانيه ديال الدجاج. هنا كناخذ الورقه كنقطعها مثلثات. هنا حاولت نحيد لها دوك الجنيبات شويه. صافي كنوضع الحشوه ديالي ديال الدجاج. انا خديت هذا الاطار او الغطايه ديال بواطه عندكم تكون دايره. صافي كنعبر الحشوه بنفس الطريقه حتى هي، كندير 125 غرام. كنسد المره الاولى بهذا الشكل هذا بالبيض ديال البيض. غنعاود نوضع مثلث اخر ديال الورقه. هنا في هاد البسطيله كديروا الجهه اللي كتكون من هي اللي كتكون لتحت، هي اللي كتكون على برا. صافي كنعاود ثاني نوضع البسطيله ديالي، البلاصه اللي سدينا في الاول هي اللي كتكون لتحت، وغادي نعاود نسد بنفس الطريقه. كندهن بيض ديال البيض وكنجمع بهذه الطريقه هذه. كنتمنى بان يعني الفيديو يكون واضح والشرح يكون واضح. وكما قلت لكم من قبل، هنا كولا بسطيله صوبتها راه كنغطيها بالسلوفان بهذا الشكل هذا، باش ما كتجيو فين تساليو البساطلات ديالكم ما كترتقش لكم الورقه، يعني كتبقى باقا طريه. هنا يعني نفس الطريقه كنقطع الورقه على شكل مثلث. كنوضع الحشوه ديالي ديال الكروفيت بالخضره، كندهن الجناب بالبيض ديال البيض، وكنحاول نشكل سيجار بهذا الشكل هذا. وكنديرو حتى هو في السلوفان بنفس الطريقه اللي درنا من قبل البسيطلات. يعني واخا شويه كتشد لها الطريقه اليد، ولكن باش كتضمنوا ان الورقه ديالكم ما تفرقعش لكم، بالاخص فاش كتكون عندكم كونتيتي اللي كثيره، يعني كتخدموا واحد الكونتيتي كثيره. فانا خدمت تقريبا 80 حبه ديال البسيطلات والبريوات وهذا، فكل حبه كنخدمها كنلويها بالزربه في السلوفان وكنحطها. هنا غنصاوب اخر حشوه ديال الكفته والفرماج. فكندير على شكل بريوات كما شفتوا معايا. قطعت الورقه على شكل طولي، درتهم شويه عراض باش كيجوني دوك البريوات كبار، يعني ما بغيتهمش يجوني صغار. صافي كنوضع الحشوه ديالي وكنلوي البريوه على هذا الشكل هذا، وكنلصق بالبيض ديال البيض. وغنعاود نستمر بنفس الطريقه حتى غنسالي الحشوات اللي عندي. كناخد الشريط ديال الورقه دائما الجهه المسا هي اللي كتكون على برا. كنوضع واحد الكميه ديال الحشوه هكايا في الجنب، وكنبدا نلوي بهذا الشكل هذا باش كنقاد البريوه ديالي. وفي الاخر كنلصق بالبيض ديال البيض حتى هي. من بعد ملي كنساليها راه كنلويها في السلوفان وكنحطها. صافي هنا من بعد ما ساليت الطعمار ديال البسيطلات ديالي ديال الدجاج وديال الحوت والبريوات ديال الكفته والسيجار ديال الكروفيت، هنا ما غاديش نطيبهم، يعني غادي ندخلهم للفريكو باش يجمدوا. كنوضعهم في بواطات او لا تحطوهم، ممكن تحطوهم مباشره في بلاستيك ديال الفريكو ديال المجمد، وتدخلوهم المجمد. يعني واخا يكونوا ملاصقين مع بعضياتهم، راه واخا يجمدوا ما كيبقاوش لاصقين، حيت داك السلوفان يعني كل حبه كتهزيها معزوله على الاخرى. صافي بالنسبه للطريقه ديال الطهيره، كتسخنوا الفران على تقريبا 200 درجه، كدهنوا الطاوه ديالكم وكتوضعوا البساطلات ديالكم والبريوات وكتدخلوهم الفران
ملي كتدخلوهم الفران كتنقّصوا شويه الفران على 190 درجة وكتخليوهم حتى كتحمّر الورقة وكيطيبوا وكتخرجوهم. بالنسبة ليا أنا هنا غنستفهم في هاد لي بواط هكا باش كيجوني ساهلين، وغندخلهم يجمدوا في المجمد. وصلنا للآخر ديال الفيديو، كنتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم، كنتمنى يعجبوكم هاد الحشوات صراحة راه كيجيو لذاذ بزاف. يعني غير جربوهم راه ما غاديش تندموا عليهم، وكيما شفتوا معايا متنوعين يعني مذاق مختلف على الآخر، وغادي ينفعوكم في الشهر المبارك إن شاء الله شهر رمضان باش كتنوعوا الطبلة ديالكم. وصلنا للآخر ديال الفيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناة ديالي وتفعيل الجرس، شاركوا القناة مع حبابكم وصحابكم، وإلى فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.